مرحبا أحبابنا من أكلات لبنان. اليوم بدنا نعمل وصفة من ألذ الوصفات وما بظن حدا مجربها من قبل. لذيذتها لا توصف. عملتها قبل بمرة وحبيت أقدم لكم إياها لأنها فكرة جديدة. لكن تابعوني أحبابي، خلينا نشوف طريقتها سوا. بداية المكونات اللي نحن بحاجتها: عندي حبة باذنجان للشوي، وعندي حبة فليفلة حمراء، إذا كانت خضرة ما بيأثر على النتيجة، وعندي حبتين باذنجان الخاص بالمحشي. فينا نستعمل باذنجاني مثل هيدي بس صغيرة كتير، بس أنا ثائبت إنه هيدا الموجود عندي. يلي بدي أعمله أول شي بدي أشوي حبة الباذنجان. هلأ استعملهم هدول ما هلأ بدي اشوي حبة الفليفلة وحبة الباذنجان، ولسرع بعملية الشوي راح اقصهم بالنص بهالطريقة. فينا نشويها مثل ما هي نشكشكها ونحطها بالفرن، بس انا بهالطريقة بكون عم سرع. مجهزة صينية عليها ورقة زبدة، راح احط حبة الفليفلة، الباذنجان راح احطهم بهالطريقة وراح احطهم بالفرن لحتى نشويهم. راح اشكهم شوي هيك بيستووا مع بعض وينشووا، لانه الفليفله بتنشوى ما بدها وقت مثل الباذنجان. بهالطريقه بياخدوا نفس الوقت، بكون قصينا الباذنجانه تستوي بنفس الوقت اللي حتستوي فيه حبه الفليفله، لكن على الفرن من فوق ومن تحت. حطينا الباذنجانات بالفرن. هلا بدي احضر الباذنجانات، راح اقشرهم بهالطريقه وراح اقطعهم مكعبات صغيرة. من بعد ما قطعنا الباذنجان مكعبات صغيرة رح ارشلهم رشة ملح وبخلطهم، ورح اضيف لهم ملعقة طعام صغيرة من النشا وبخلطهم وبحطهم على جنب. النشا حيعطينا قرمشة للباذنجان، وهي النتيجة اللي حصلنا عليها من بعد ما شوينا الباذنجان. ظهرناهم من الفرن، شايفين كيف أحبابنا مستويين على الآخر. هلأ رح أشيلهم، وهيك بيسهل علينا استخراج اللب اللي موجود بالباذنجان لما قطعناها. رح أحطهم على خشبة بعدهم سخنين مثل النار. وهيدي هي الكمية طلعت عنا من باذنجاني. هلا حبة الفليفلة مثل ما أنا شايفين بنقشرها دغري، بتتقشر عنا لأنها شويت. رح نشيل البذور منها ورح نقطعهم مع بعض بهالطريقة. لكن حاولنا ننعمهم قد ما فينا. هلأ مجهزة أنا جاط، بدي حط الباذنجان والفليفلة بقلب الجاط. عندي حبتين توم بدي اهرسهم ودقهم هلأ لنضيفهم للمكونات، لكن هرستهم مع شوية ملح. عندي شوية بقدونس رح افرمهم فرم ناعم لنضيف لطبقنا. رح نضيف التومات بداية. عصرة ليمونة حامض كبيرة رح اضيفها،
نص كوب من اللبن الزبادي، اللبن الرائب، نص كوب من الطحينة، طحينة السمسم، وراح أضيف كمشة من البقدونس المفروم. راح نخلطهم شي، يعني شو بدي اقلكن، شي اكتر من رائع. هلا راح اخلطهم. شوفوا الاضافات اللي حنعملها هلا لنحصل على تميز هيدي الوصفة. نظبط لهم ملحهم اذا بدهم ملح، لكن خفقتهم كتير منيح وخلطتهم مع بعض وحطيت لهم شوية ملح، كان بدهم شوية ملح. هلا رح احطهم بطبق التقديم. هلا شوفوا شو بدنا نضيف لهم. هلا شوفوا شو بدنا نعمل. الباذنجانات اللي ملحناهم وحطينا لهم نشا بدنا نقليهم. رح احط شوية زيت، ننطر ليحمى الزيت، ما بنكتر زيت ابدا. بدنا نحمصهم تحميص لحتى اللي يشقروا عنا ويطلعوا عنا مقرمشين. هلا رح ننزل الباذنجان، حيطلعوا عنا مقرمشين. لكن مثل ما شايفين الباذنجان عم يشقر عنا وحيطلع عنا مقرمش على الاكيد لانه اضفنا النشا. هلا شوفوا شو بدنا نضيف لهم بس تيشقروا مزبوط ويتقرمشوا عنا. بنضلنا بنقلبهم ما بنتركهم. بس تنحصل على هاللون مجهزة كم حبة جوز عين الجمل، وهيدي الخطوة اختيارية. رح اكسرهم وضيفهم لألهم، كمان حيعطينا إضافة لذيذة جدا. رح نقلبهم مع الباذنجان ومنقليهم شوي. وهيدي هي. هلا بدنا نضيفهم فوق الباذنجان يلي تبلناهم، شلناهم عن النار وهلا عم صفيهم من زيتاتهم لنضيفهم على الطبق اللي جهزناه. رح نوزع الكمية. الباذنجان مقرمش، الجوز كمان طعم خيال احبابنا، خيال. عندي رمان، رح افقي كم حبة رمان وحطهم فوق منهم وزعهم، حيعطوني شكل واكيد طعم. مخليه شوية بقدونس رح احطهم على وجه الطبق كمان للزينة. وهيدا هو طبقنا احبابنا. شي غير شكل، شي غير شكل فعلا، شي لذيذ جدا. اما الاضافة الاخيرة فهي زيت الزيتون. رح احط شوية زيت زيتون على طبقنا لتكمل عنا النكهات. طبق طعمه خيال احبابنا، وتحضر عنا من ابسط مكونات وما بظن حدا مقدم منه من قبل. جربته مثل ما قلت لكم وحبيت اقدم لكم اياه لحتى تجربوه انتم وتصيروا تضيفوه على سفرتكم واطباقكم. من ألذ ما يكون، يؤكل بالخبز، بيتقدم على كل السفر. يعني تخيلوا هالطعم اللذيذ.
طعم خيال، ما فيني أوصف لكم، شي لذيذ جدا. فعلا ما فيني أوصف لكم هالطعم اللذيذ جدا، طعم ولا ألذ، طعم غير شكل. الباذنجان المقلي مع المتبل اللي حضرناه بهالطريقة هيدي فعلا شي فوق الوصف. وأكيد الباذنجان المقلي المقرمش أعطى إضافة مع الجوز كمان، شي غير شكل. تحضر عنا بأبسط طريقة. بتمنى على الكل يجرب هيدا الطبق أحبابنا، لأنه فعلا شي لذيذ جدا. إذا حبيتوه ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، وألف صحة من أكلات لبنان.